تعرفش الاهلي مظلوم؟ اه يا جدع الاهلي مظلوم. ما تشوفش جول الخطيب؟ اه جول الخطيب، جول الخطيب سنه 76، سنه 76 26 مارس 76، الاهلي والاتحاد السكندري في استاد اسكندريه. الهدف اللي قدامك دوت كان كورنر، والخطيب واقف في نص الملعب لوحده ومعاه مختار. الكورنر اتلعب من قبل نص الملعب، الكوره مدافع الاتحاد اتلخبط فيها، نزلت لمختار عمل ثرو باص للخطيب وان هو قبل نص الملعب اصلا. ركز معايا كده، الخطيب فين؟ قبل نص الملعب. اخد الكوره، راح كمل، رقص الحارس، حط الكوره. الخطيب هداف الدوري، الاهلي كسبان 2-0. يفوجئ، كلنا نتفاجئ ان الحكم يصفر وايه ويعمل ايه؟ ايوه بالظبط كده، يلغي الهدف. الملعب كله مزبهل مش فاهم، يروحوا يتكلموا على الحكم مش فاهمين هو لغى الهدف ليه، ايه اللي حصل؟ ولا اوفسايد ولا فاول ولا اي حاجه خالص، من قبل نص الملعب حرفيا، لسه في نص ملعبه. يعني انت متخيل؟ والجون اتلغى. ايه ده؟ طب وجون حسن شحاته ايه بقى؟ انا جايب لك كوره اهو اسوأ من كوره حسن شحاته وللنادي الاهلي. طب تعالى اسمع كده معايا الحته دي. والخطيب بيحكي ان هو راح للحكم بعد الماتش، حكى له، شوف رد الحكم عليه كان عامل ايه. رحت اسمع للكابتن معايا. عزت، خبطت على الباب ودخلت، قلت له يا كابتن عزت ممكن اسال حضرتك سؤال؟ على طول قال لي محمود انت عايز تسالني انا لغيت الجول ليه؟ وانا بقول لك ما اعرفش، انا الصفاره طلعت مني كده. الحكم قال له انا ما اعرفش، انا صفرته وخلاص يعني، وما تسالنيش انا لغيته ليه. تخيل بقى كان الموقف ده مع نادي الزمالك كان ايه اللي هيحصل. تقريبا انا وانت وناس كتير قوي ما كانتش تعرف الكوره دي، ما تعرفش الموقف ده وما تعرفش ده حصل ازاي وامتى، ومحدش بيجيب سيرته اصلا غير النهارده فتحنا كلام فيه. تخيل بقى هما بيتكلموا على جول حسن شحاته بس لحد وقتنا ده، ورغم ان هو هدف ما كانش حسم دوري، وما كانش اي كلام من كل الكلام والتدليس اللي هم بيدلسوه خالص خالص خالص. وقصة الدوري دي قصة مختلفة تماما، وهبقى اعمل لها فيديو مخصوص لوحدها. عايزك تتخيل بقى ان الجون ده كان اتلغى للزمالك، ما كانش الخطيب وكان حسن شحاتة، كان ايه اللي هيتقال وكان ايه اللي هيحصل؟ كان المأمورية هتطلع والمظلومية هتطلع والدنيا هتتقلب مش هتقعد، رغم ان الخطيب كان ساعتها بينافس حسن شحاتة عن هداف الدوري، والجون اتلغى. ورد الحكم كان غريب. شير في كل مكان، ومنشن لصاحبك الزملكاوي، ومتابعه للبيج، وسبسكرايب لقناه اليوتيوب عشان لسه في حاجات كتير جدا ومفاجآت اكتر واكتر. ما تنساش الشير وابعتها لصاحبك الزملكاوي. سلام.